السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه جيده. اليوم البنات بغيت نصوب واحد الحلوه، يعني واحد الكيكه، وقلت علاش ما نشاركهاش مع البنات. بالنسبه للمقادير البنات، هنايا عندي كاس ديال الحليب، يعني حليب بارد، وعندي كاس لاروب ديال الزيت، عندي كاس ديال السكر سنيده، وعندي 3 ديال البيضات اللي كنت جبداهم يعني بحراره المطبخ. هذه ضروري خصكم ديروها البنات باش تحصلوا على واحد النتيجه اللي زوينه. وعندي 200 غرام ديال الفورص، وعندي خماره هنايا فيها 16 غرام اللي هي جوج الخمارات ديال المغرب صافي. وعندي الكاكاو. هادو هما المقادير البنات اللي عندي في هاد الكيكه صافي. هنا غادي ناخذ واحد البول وغادي ندير فيه دوك ثلاثه ديال البيضات اللي قلت لكم يكونوا يعني بحراره المطبخ. ضروري البنات ما يكونوا بحراره المطبخ، يعني ما يكونوش باردين من الثلاجه، ضروري نكونوا جابدينهم من قبل بواحد الساعه ولا هذا، وعاد نخدموا بهم اشنو باغيين نخدموا. صافي هنايا البنات درت دوك 3 ديال البيضات، وغادي نضيف لهم الكاس ديال السكر سنيده، وغادي نحرك هنايا، غادي نخلطهم مزيان حتى كتنسجم ليا ديك السنيده والبيض. كنحس بديك السنيده يعني دابت، عاد كنضيف باقي المكونات، يعني غادي ندير غير البيض وسنيده هنايا، وغادي نحركهم البنات مزيان غير بالطراب ديال الليد. نتوما الا بغيتو ديروا الطراب ديال الضو ولا بغيتو ديروا في مولينكس، يعني كيبقى لكم الاختيار. انا سهلت عليكم هنايا غير بالطراب ديال الليد. صافي غادي نبقى مستمره هكايا في الخلط حتى كنكمل، يعني حتى كنخلطهم مزيان وكنحس بسنيده دابت. وعاد غادي نضيف داك الكاس لاروب ديال سكر سنيده. هنا البنات هاد الكاس راه كيعبر هو نفسه كاس العنبه، يعني انا جربته كيعبر هو نفسه الكاس ديال العنبه، هو الكاس ديال البلاستيك ديال هنايا البنات، يعني حتى الكاس ديال البلاستيك حتى هو كنعبر به كيعطيني نفس العبار. صافي هنايا ضفت داك الكاس لاروب ديال الزيت وكنحاول نخلط مزيان، وضفت الكاس ديال الحليب اللي قلت لكم، يعني الحليب ما ضفت ليه حتى شي حاجه، الحليب غير بارد. صافي خلطت هنايا مزيان، ضروري البنات ما تخلطوا العناصر مزيان. وغادي نضيف هنايا الكاكاو، وغادي نضيف الطحين والخمارات، هما اللي بقاو، هاد 3 المكونات هما اللي بقاو. هنا ضروري كندير الصفايه لحقاش داك الكاكاو كيكون البنات فيه الحبيبات، وإلا ما غربناش كيبقى داك الكاكاو يعني في وسط من الكيكه، يعني مكتل، يعني كتحسي به بقى حبيبات. هنا البنات غادي ندير 2 المعالق كبار ديال الكاكاو المر. هاد الكاكاو البنات راه كاكاو المر يعني بدون سكر، ماشي الكاكاو الحلو، يعني الكاكاو المر كيكون يعني اللون ديالو مغلوق. غادي نضيف هنايا 2 المعالق صافي. وقلت لكم غادي نضيف هنايا خماره ديال 16 غرام، وغادي نضيف 200 غرام ديال الطحين، وغادي نشوف واش غتهز ليا كامله ولا لا. هنا ضروري من هذه المرحله البنات تغربلوا، يعني تغربلوا هنايا الكاكاو، تغربلوا خمارات والطحين، ضروري تغربلوهم باش كتحصلوا على واحد النتيجه اللي مزيانه وما كيبقاوش دوك الحبيبات في الطحين. صافي هنايا البنات كنحاول نخلط يعني مزيان داك الكاكاو تينسجم ليا مع العناصر. وعاد غادي نضيف الخماره يعني حتى هي ضروري البنات نغربلوها، حيت كيكون فيها دوك الحبيبات وما ملي كنطربوها ما كتطربش وكتبقى مجموعه يعني في قنت واحد. صافي هنا غادي نضيف الطحين بشويه بشويه على دفعات، على واحد 2 دفعات ولا 3، وغادي نشوف الا خاص الخليط طحين غنزيد، ما خاصش يعني غادي، المهم غادي نقول لكم البنات شحال هزات ليا ديال الطحين. انا هنا فهاد الزلافه البنات راه كنت عابره 200 غرام، يعني مغربلاها وعابراها في هذيك الزلافه، يعني تقريبا واحد ماشي 200 غرام ولكن 2 كيسان. هذاك الكاس البنات اللي عبرت به الكاس ديال الزيت اللي وريتكم، الكاس ديال الزيت هو اللي عبرت به الطحين، درت 2 كيسان ديال الفورس، يعني هذاك الكاس تقريبا راه كيهز شي 100 غرام في الكاس. مهم انايا يعني درت 2 كيسان ديال الفورص اللي درت. صافي هنايا راه غادي نزيد ديك الدفعه الثانيه، يعني الكاس اللي عبرت به الزيت واللي عبرت به الحليب هو اللي عبرت به البنات الفورص، وكبيته غربلته وكبيته في ديك الزلافه، يعني 2 كيسان ديال الفورص. صافي وغادي نشوف الا خصني غادي نزيد. هنايا البنات بان ليا الخليط شويه باقي خفيف، يعني ضفت 2 كيسان ديال الفرص وبان ليا الخليط بحال خفيف شويه. غادي نضيف ليه معلقه عامره كيف ما شفتوا، ضفت يعني معلقه كبيره عامره ديال الفرص، هي اللي غادي نزيد وهي اللي غادي نكتفيها بها. صافي يعني الخليط خصو ثاني ما يكونش ثقيل بزاف، وخصو ما يكونش ثاني خفيف البنات بزاف، باش ملي ندخلو الفران ما يهبطش لينا. يعني الخليط ما خصوش يكون ثقيل وما خصوش يكون خفيف ثاني بزاف. وهي الكيكه يعني الا كانت خفيفه صراحه كتجي احسن، ما كتجيش مدقسه ولا هذا، كتجي يعني صراحه كتجي زوينه. صافي البنات هنايا قلت لكم ضفت ديك المعلقه صافي، وغادي نكتفي بديك المعلقه فقط ديال الطحين، يعني ما زدتش، يعني دوك 2 كيسان قلت لكم درت ديال الفورص
وزدت معلقه كانت خاصاني يعني تقريبا واحد المعلقه هي اللي ضفت. صافي هنايا خديت البنات هاد المول، يعني هذا مول عجيب كبير، دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. وانا البنات كان باقي ليا الوقت، يعني دهنته هو الاول، خشيته في الثلاجه خليته كيبرد شويه على ما وجدت المقادير. صافي هنايا كبيته في هاد المول البنات، غادي نكبو، كنهز يدي الفوق باش كتجي ديك الكيكه مهويه، وكنكبو في المول هنايا. صافي وكنديه للفران. انا الفران البنات صراحه يعني كيعجبني ندير الفران، يعني الحاجه تكون بارده، الفران يكون بارد يعني، وكنخشي فيه الكيكه صراحه كتجي يعني الطريقه احسن ما كيكون يعني شاعل وكتديه. يعني كندي الكيكه الفران بارد، كندي الكيكه الفران بارد، وكندير سميتو الاخر، كنقص الفران يعني بحال بنطيبوا الكيكه عادي. يعني صافي كيكون الفران كنشعلوه وكنديروا فيه ديك الطاوه وكنقصوا ليه الطياب ديال الكيكه وكنخليها تقريبا انا واحد 40 دقيقه دات ليا هذه. صافي حليت لقيتها طابت وخرجتها من الفران. هنا غادي ندوز للكريمه اللي غادي ندير ديك الحفره ديال المول. انا خديت نص سيترو ديال الحليب، يعني هذاك الباكيه فيها اطرو، ولكن خديت انا غير النص ديالها يعني ما خديتش اطرو كامل. هنا غادي نضيف ليه 3 المعالق ديال السكر، والحلاوه كتبقى على حسابكم البنات، تقدروا تزيدوا 4 تقدروا ديروا 5. المهم انا غادي نكتفي ب3 المعالق فقط. وهنا عندي كريم باتيسير، يعني عندي كريم باتيسير ديال الشوكولات. نتوما الا ما عندكمش تقدروا تضيفوا غير نشا، وديروا 3 المعالق ديال الكاكاو كبار، وتضيفوا 3 المعالق ديال النشا. انا هنا عندي كريم باتيسير غادي نضيف 3 المعالق كبار. الا ما عندكمش قلت لكم تقدروا ديروا 3 ديال النشا و3 ديال الكاكاو، راه غادي تحصلوا على نفس النتيجه البنات. هنا انا بما انه عندي هنا هاد الكريم باتيسير ما غنضيفش النشا، يعني هو كيعوض النشا. صافي وضفت قلت لكم 3 نسيطره الحليب، 3 المعالق ديال السكر سنيده، و3 ديال الكريم باتيسير. وهنا غادي نزيد نضيف باش يجيني اللون يعني مزيان، غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو. هذا كاكاو المور البنات ماشي الحلو، يعني كيكون اللون ديالو مغلوق غير باش انا تزيدني اللون. الا ما قلت لكم الا ما عندكمش الكريم باتيسير غديروا نتوما غير 3 المعالق ديال الكاكاو و3 ديال النشا في بلاصه الكريم باتيسير. صافي هنايا قلت لكم السيتر ديال الحليب و3 المعالق ديال كريم باتيسير و3 ديال السكر، ودرت انا وحده ديال الكاكاو. هنا صافي ضروري البنات كنخلط هادشي مزيان باش ما كيبقاش مكتل ليا فيه الحبيبات. كنحاول نخلطو يعني مزيان باش ما يبقاش يعني دوك الحبيبات. هنا كنخلطو خارج النار، يعني كنكون حاطه غير فوق بلاكار ولا شي حاجه ولا فوق الطابله وكنخلط. عاد البنات ملي كنخلط وما كيبقاوش ليا الحبيبات عاد كنقدر نديه فوق البوطه ونقص ليه ونبقى كنحرك، يعني نبقى نحرك يعني مستمره في التحرك، ما نزقاش من التحرك باش ملي عقاد ما يجيش في داك التكتلات لتحت وتخسر ليا الكريمه. يعني ملي كنديه فوق البوطه ما كنغفلش عليها البنات بالتحرك، كنبقى واقفه حداه وكنحرك. صافي كيف ما كتشوفوا هنايا صافي راه خلطته مزيان، وغادي نديه فوق البوطه حتى كتعقد ليا ديك الكريمه. صافي هنايا البنات كيف ما شفتوا يعني الكريمه صراحه يعني عقادت وجات مزيانه، يعني ما تخليوهاش تعقد بزاف. الا خليتوها تعقد بزاف ما غتجيو فين تكبوها في المول تلقاوها ولات حجر، يعني ما غتبقاش تقاد لكم. صافي وكنضيف لها هنايا معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الشوكولات ديال الدهن. ولا عندكم هنايا البنات حتى داك دانيت شوكولا تقدروا تزيدوه حتى هو كيعطي واحد النكهه زوينه. تقدروا تضيفوا الشوكولاته مربعه حتى هو تضيفوه. المهم انا اكتفيت هنايا غير معلقه صغيره ديال الزبده، وضفت معلقه كبيره ديال الشوكولات. صافي هادشي اللي زدت فيه انا. يعني قلت لكم سلا كان عندكم دانيت شوكولا صراحه حتى هو كيجي يعني زوين، كيعطي واحد المذاق لذيذ. صافي نحاول نخلط هنايا. ايدكم البنات تكون شويه خفيفه باش ما تعقدش لكم الكريمه ملي تجيو تكبوها في الكيكه ما تعقدش معاكم. صافي هنايا من بعد ما حركت ديك سميتو الكريمه، هنا خرجت الكيكه من الفران صراحه جات خفيفه بزاف وهشيشه البنات بلا ما تحتاجوا تسقيوها. انا ما غنسقيهاش، الا بغيتو نتوما تسقيوها تقدروا تسقيوها بكاس ديال الحليب يكون سخون والكيكه تكون بارده، وتضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الشوكولاط ديال الدهن تحركوا كتسقيوها به. انا صراحه خفيفه يعني ما غنسقيها ما والو. صافي وهنايا البنات درت ليها هنايا ديك الكريمه ونحاول نسرع شويه باش ما تجمدش ليا. صافي ونقاده هنايا هكايا بايدي على سطح العمل حتى كتولي متساويه ليا ديك الكريمه، يعني ما تبقاش يعني مجموعه. نحاولوا معها غير بشويه تتقاد.
صافي. وغادي نديرها البنات في سميتو، نخليها تبرد شويه على برا وعاد كنديرها في الثلاجه. صافي هنايا كتزينوا نتوما باش ما بغيتو. هنا من بعد ما درت ليها الكريمه خليت واحد شويه ديال هاد الكريمانيت اللي درت الوسط، خليتها البنات وغندهن بها الجناب باش ندير ليها شويه ديال الكاوكاو كونكاستي من الجناب. نتوما يعني كيبقى لكم تزيين على حسب اللي عندكم، وكيبقى لكم يعني باش ما بغيتو تزينوا نتوما. المهم انا شاركت معكم الطريقه ديال الكيكه وديال الكريمه، والزين نتوما راه كيبقى لكم على حسب الاختيار. صافي هنايا مازال مستمره كندهن دوك الجوانب ديال الكيكه. هنايا البنات درت ليها كاوكاو كونكاسي وزوقتها بداك هذوك عواشقات ديال الشوكولاته صوتهم في المول ديال السيليكون. وكان هذا هو الشكل النهائي. والسلام